السلام عليكم على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ وحشتونا جدا 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 من الفيديوهات اللي فاتت. هاتوا النسكافيه بتاعكم بقى وتعالوا طرطقوا ودنكم معايا وتعالوا اقعدوا معايا على المصطبه كده، ومحدش يقول المصطبه دي بتاعت اميمه. انا واميمه واحد، مصطبتي هي مصطبتها هي مصطبتنا كلنا، فايه ما تدهوش في حاجات تافهه يعني. المهم خلونا نتكلم في الموضوع اللي انا عايزه اكلمكم فيه، لان انا بجد شفت كميه شماته غير طبيعيه غير طبيعيه في الساعات اللي فاتت دي. الشماته دي ما لقيتهاش غير في اليوتيوب، بقيت مواقع التواصل الاجتماعي ما فيهاش الشماته اللي انا شفتها هنا. ايه ده؟ ايه كميه السواد والغل والحقد اللي جوه البني ادمين دي؟ ايه الشماته دي؟ في ايه؟ في حد يشمت يا جماعه في ان رزق بني ادم هيتقفل؟ خصوصا ان البني ادم ده ما بيأذيش حد، خصوصا ان البني ادم ده في حاله. فايه الشماتة والفرحة العارمة اللي انا شايفاها دي؟ واحسن ويستاهلوا. طبعا انا بتكلم عن حمدي ووفاء. في ايه؟ ايه كمية الشماتة الرهيبة اللي انا شايفاها دي؟ طبعا كلنا متابعين العيلة الجميلة دي، وعيلة بجد تدخل القلب. واحلى حاجة في العيلة دي ان فيديوهاتها كل العيلة ممكن تشوفها، كبير وصغير واطفال، وعادي جدا تفتح الفيديو ما تبقاش قلقان ان ابنك ولا بنتك قاعدين جنبك ولا ممكن يعدوا وهم سامعين الفيديو ولا بتاع. بالعكس، محتوى اجتماعي جميل ورايق وهادي وزي الفل، وتخرج فعلا مبتسم من الفيديو، رغم ان هو يوميات عادية ولكن عندهم افكار وافكار محترمة. الناس دي لا عمرها ما بتتكلم على حد، ولا عمرها ما بتأذي بني ادم، ولا عمرها ما بتعمل حاجة خالص. كل اللي بيعملوه بيقدموا محتواهم وشكرا على كده. ليه كل الحقد والغل والسواد ده من ناحيتهم؟ بجد والله. يعني الساعات اللي فاتت طبعا كلنا شفنا حكم المحكمة الاقتصادية عليهم، وطبعا لا تعقيب على احكام القضاء. يعني القانون المصري والقضاء المصري عادل، ومش هنقدر نعقب على احكام القضاء اللي هم اخدوها، ولكن هم كبني ادمين زي الفل وناس جميلة جدا. طبعا اخدوا غرامة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى غلق قنواتهم، غلق قناة الحاج جابر، وغلق قناة محمود وسحر، وغلق قناة حسن حوارات، وغرامة 2 مليون جنيه. سيبكم الغرامة كده كده هم يعني أكيد معاهم إنهم يدفعوها، لكن المشكلة في غلق القنوات. ودي أول مرة تحصل إن يصدر حكم بغلق القنوات على السوشيال ميديا. دي حاجة غريبة، حاجة غريبة. وبعدين يا جماعة يعني بصراحة يعني سيبكم والله العظيم من الغرامة، لكن غلق القنوات ده يعني ده دمار، دي كارثة حقيقية للعيلة. لأن طبعا فيديوهات بملايين المشاهدات، القنوات عندهم ملايين المتابعين، فدي كارثة حقيقية، خصوصا لما يكون اعتماد العيلة أو رزقها كله على السوشيال ميديا. الناس دي خلاص سابوا اشغالهم. طبعا احنا كنا عارفين ان حمدي بيشتغل في شركة بترول، لكن ان هو سابها وتفرغ للسوشيال ميديا، وكذلك الحاج جابر طبعا ما بيشتغلش حاجة، وحسن ومحمد كل العيلة تقريبا رزقهم خلاص على السوشيال ميديا. فالمصيبة الحقيقية ان القنوات دي تتقفل، دي مصيبة، دي كارثة. عارفين يعني ايه قنوات بالملايين تتقفل؟ مشاهدات بالملايين، الفيديوهات هتنتهي. يعني هنصحى هنقوم كده مش هنلاقي قنواتهم موجودة على السوشيال ميديا، ودي مصيبة، دي مصيبة. فاللي فرحان وشمتان وطالع زايد في الزيطة عشان انا اتأذيت منهم، يعني قنوات والله انا يعني استغربت ان هم طالعين وفرحانين بالمنظر ده وبالشماتة دي. ايه ده؟ في ايه؟ طب انتوا اتأذيتوا منهم ليه؟ هل الناس دي مؤذية؟ هل الناس دي انتوا ما جيتوش ناحيتهم؟ بالعكس، الناس دي ما بتأذيش حد. لكن بصراحة انتوا تستاهلوا، انتوا طالعين تقلوا ادبكم عليهم، طالعين تاخدوا صورهم، طالعين تاخدوا المقاطع بتاعتهم، فمن حقهم الدفاع الشرعي عن النفس. لما يقفلوا لكم قنواتكم او يدوكوا انذارات هم مش غلطانين، الناس دي مش غلطانة، ما انتوا اللي طالعين تقلوا ادبكم عليهم. الناس دي لا بيقلوا ادبهم على حد، ولا بيجيبوا سيرة حد لا بالإيجاب ولا بالسلب، زي ما قال الحاج جابر في آخر فيديو ليه كان بيطمنا على محمد حوارات. ويمكن العيلة دي سبحانك يا رب يعني أصابها اللعنة، الحسد يعني مدمرهم حرفيا. يعني أول حاجة آلاء، وطبعا العصب السابع اللي جالها بعد الولادة،
ربنا يا رب يشفيها ويعافيها، ودينا شايفين هي عامله ازاي. ده كل ده من بعد ولاده بنتهم. وكذلك محمد اخد حقنه غلط، كانت برضو مسببه له الم في الاعصاب بتاعه رجليه، وكان هيدخل في عمليات، وكان هيدخل في مصايب سودا. ايه ده كله؟ ايه الحسد ده؟ فيه ايه يا جدعان؟ ايه ده؟ المصايب نازله ترخ عليهم، ومحدش يقول لي يا رباب ده ذنب مش عارف مين، ده ذنب مين. اصل حتى في الكومنتات شفت شماتة غير طبيعية، بيقولوا له يا محمد ده ذنب بنتك اللي انت رميها وبتتقهر كل ما بتشوفك بتدلع بنتك التانية. هو يا جماعة لو ليه بنت ما هو كان اعترف بيها، هو هيخبي ليه بنته عن الناس؟ يعني بالمنطق كده او بالعقل. يعني انا مش مصدقة بصراحة. يعني هو لو ليه بنت هيخبيها ليه؟ ما هي دي بنته ودي بنته، حتى لو مطلق والدتها فبنته واعترافه بيها ده ملوش علاقة بالطلاق او الجواز. فانا شخصيا مش مقتنع بالحوار ده. ولكن زي ما قال الحاج جابر، احنا راضيين بقضاء الله وقدره بخيره وشره، والمؤمن دايما متصاب. والابتلاء مش معناه ان الانسان ده وحش، بالعكس ده معناه ان ربنا فاكره وبيبتليه عشان يعني عايزه يذكره، عايزه يسمع كده صوته وهو بيدعي له وبيتوسل ليه. فبلاش كمية الشماتة العارمة دي اللي انا شايفاها، سواء من قنوات سواء من متابعين. الناس دي يعني ما عملتش حاجة، الناس دي ما عملتش حاجة، الناس دي كويسة، والناس دي بتطلع بكل أدب واحترام علينا. لا بيجيبوا في سيرة حد ولا بيسبوا حد ولا محتوى مش عارفة بيتلزقوا في بعض ولا الكلام ده. محتوى محترم، عكس ناس تانية كانوا برضو مشاهداتهم بالملايين وكلام من ده، وبرضو صحينا وقمنا زي أحمد حسن وزينب، يعني قنواتهم برضو طارت، ولكن ما كانش بصراحة نفس المحتوى ولا المحتوى الراقي ولا الكلام ده كله، كان المحتوى حاجة تانية. فيعني الواحد بيزعل فعلا لما يلاقي قنوات محترمة وتتأذي، ده اللي بيضايق الواحد. واللي مش عارف يا جماعة هو ليه اتحكم عليهم بالأحكام القضائية دون للإعلانات اللي هم عملوها. عملوا ترويج للعملة اللي هي البيتكوين، العملات اللي هي المشفرة والممنوع تداولها، عملوا لها إعلانات، وده طبعا مخالف للقانون المصري. لذلك تم الحكم عليهم بالأحكام بعد رفع دعوى قضائية لسيادة النائب العام، وتم إصدار الحكم ده ضدهم. طبعا الحكم مش نهائي لأن هيكون أكيد في استئناف، فاحنا لسه منتظرين بقى الحكم بعد الاستئناف وإن شاء الله خير. لكن خلافا للموضوع ده، لأن أنا زي ما بقول لكم كده اللي يغلط يتحاسب، يعني لا تعقيب على أحكام القضاء، والقانون اللي يقع تحت طائلة القانون يتحاسب زيه زي أي حد، بعيد عن عواطفنا أو مشاعرنا أو كده. ولكن الغلط غلط والصح صح. هم عملوا حاجة مخالفة للقانون، ويعني لازم ده حق ربنا وعدل ربنا ان يتاخد منهم. ولكن اللي انا زعلانه عشانه بجد انهم عيله فعلا محترمه، انهم ناس جميله، ناس راقيه، ناس يعني ما تستحقش التقطيع فيهم بالمنظر ده. والشماتة اللي انا شايفاها في عيون قنوات كتيرة جدا طالعين فرحانين، وفي اللي حاطين منتديات، وفي اللي عاملين بثات، وفي اللي عاملين فيديوهات، وكله يقول لك ذنب مش عارف مين وذنب مين وذنب مين. بصراحة انا مش مقتنعة بكل الكلام ده. انا شايفة ان هم ناس كويسة وناس بنوا نفسيهم من الصفر. يعني لو نرجع لتاريخهم شوية لورا كده من 4 سنين من ساعة ما بدأوا، الناس دي ما بدأتش ان هي تطلع على حد، ما بدأتش ان هي تضايق بني آدم، بالعكس دول بدأوا محتوى جميل جدا، محتوى اللي هو السكتشات ما جابش معاهم مشاهدات قوي، بدأوا يعملوا تحديات الأكل، ومن هنا كانوا أول ناس يعملوا تحديات أكل على اليوتيوب. لذلك فعلا اشتهروا شهرة جامدة جدا وتربعوا على عرش اليوتيوب بالتحديات دي، لان فعلا كانوا بيعملوا تحديات صعبة، وكان العقاب بتاعها كان بيبقى اصعب. يعني افتكر لهم كانوا بياكلوا مثلا كل واحد فيهم تورتايه كبيرة، مش عارفة بياكلوا ديك رومي كل واحد، فكانوا بياكلوا فعلا كميات اكل رهيبة رهيبة. وكان العقاب بيبقى حموم بمية ساقعة، مش عارفة غسل سجاجيد، كان بيبقى عقابهم تقيل. وكان فعلا هم من اول الناس اللي بدأوا يعملوا المحتوى الصعب ده، ما كانش في حد قبليهم على اليوتيوب اخترع المحتوى ده ولا دخل فيه. لذلك هم اشتهروا شهرة جامدة وفي فترة قصيرة. هتقولي لي يا رباب 4 سنين فترة قصيرة، اقول لكم في ناس بتقعد باكتر من كده ما بتتشافش، ولكن هم ربنا كرمهم، وده يعني حاجة من عند ربنا. حب الناس او القبول ده حاجة من عند ربنا، محدش يقدر يتدخل فيه.
ممكن كان في ناس قبليهم وعملوا المحتوى ده بس احنا ما سمعناش عنهم، لكن ده حاجة ورزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. فبدأوا ان هم يعملوا تحديات الاكل. بعد كده بدأوا ان هم يصوروا حياتهم الاجتماعية يوم بيومه، زيارات، فلوجات، اكل، روتينات، احداث العيلة عندهم. بدأوا بعد كده ان هم يدخلوا ولادهم كمان في الموضوع، بسم الله ما شاء الله. بعد كده بدأوا ان هم يدخلوا بقية العيلة كلها، الحاج جابر والحاجة سعدية واخواته ومراتاتهم. فبسم الله ما شاء الله الدنيا يعني مشيت معاهم، ويعني لقوا ان الموضوع ومكسبه كويس، بغض النظر بقى عن الحسد. لان كان في ناس قاعدة تحسب ارباحهم الشهرية التي بتقدر ب4 مليون و5 مليون جنيه. ده رزق يا جماعة من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش طبعا يقدر يتكلم فيه حاجة يا جماعة. يعني جات لهم كده، ربنا فتح عليهم، محدش يسأل رزق ربنا ده ليه واشمعنى، وده يعني محتواهم ايه، ده محتواهم كله تافه، ده بيرقصوا، ده بيعملوا، دول بس بياكلوا، دول بيخرجوا، ليه يجيلهم ملايين المشاهدات، ليه يجيلهم الارباح المهولة دي؟ يا جماعة لكل مجتهد نصيب، ومفيش حد بينام ويصحى يلاقي عنده ملايين. اللي بيجيله ملايين ده فعلا بيشتغل وبيتعب وبيفكر. الموضوع مش سهل زي ما انتوا فاكرين، الموضوع صعب، وان هو يلاقي افكار ويروج للفيديوهات بتاعته ويشتغل ويستمر في الموضوع ده على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ده جهد صدقوني مش سهل، زيه زي اي عمل بره. يمكن عمل بره بتقعد مثلا من الساعه 8 للساعه 4 العصر ولا للساعه 5 العصر وشكرا على كده بتروح. لكن ممكن اللي بيشتغل على السوشيال ميديا ده يفضل 24 ساعه مطبق قاعد شغال من هنا لهنا لهنا لهنا، ويمنتج وينزل ويدور على افكار ومش عارفه يعمل ايه. يعني الموضوع مش سهل. وبعدين ربنا كرمهم بالاعلانات، ده يعني مصدر دخل تاني، دي حاجه بتاعت ربنا، والارزاق دي محدش يقدر يتكلم فيها. ولكن الناس بقى الشماتة اللي هم فرحانين قوي ان مصدر الرزق ده ممكن يتقفل، ممكن يصحوا ما يلاقوهمش على السوشيال ميديا. هو ده بقى الغريب عننا، يعني ده اللي انا مش فاهماه. ليه احنا كنا دايما بنحب الخير لبعض، دايما كانوا المصريين جدعان، ويعني لما يشوف حد يقول ربنا يزيده يا عم ويرزقنا احنا كمان زيه. لكن الناس اللي نفوسها مريضة ويعني فرحانين قوي في قفل باب الرزق ده، ليه يا جدعان؟ ليه؟ محدش بياخد رزق حد على فكرة، ومحدش واخد مكان حد. كل واحد ليه مكانه الخاص بيه وجمهوره الخاص بيه اللي بيحبه هو، حتى لو ده بيقدم نفس المحتوى ده رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. بيبقى فيه كذا محل فاتحين جنب بعض، وكل واحد فيهم ربنا مقدر له الرزق بتاعه. فبلاش الشماتة، سواء في المرض بتاع آلاء، او سواء في المرض بتاع محمد، او سواء في القواضي اللي هي عليهم والغرامات والحوارات اللي حاصله دي كلها. بلاش يا جماعه الشماته، بلاش الشماته. الناس دي ما بتضرش حد. يعني انا مثلا افهم ان انتوا تفرحوا في حد لسانه سليط، يعني بيأذيكوا بلسانه، فتفرحوا انه هيغور في داهيه. لكن دول عملوا لكم ايه؟ ناس محترمه، ناس شغاله في محتواها، ناس ما بتأذيش حد غير اللي فعلا بيتعدى عليها ويأذيها، وده الصح. ده الصح. ما هو مش الصح ان هم يسيبوا البني ادمين يطلعوا على قفاهم ويشتموا فيهم ويتربحوا باسمهم ويسيبوهم ويسكتوا. ما هو ده مش طبيعي برضو. فانا شخصيا زعلانه جدا على العيله دي، ومتعاطفه معاهم جدا جدا جدا، وبقول يا رب يا رب ما نشوف فيهم اي شر، ويخرجوا من الازمه دي على خير. وان شاء الله الاستئناف بتاع الحكم باذن الله يتقبل والاحكام دي تتلغي، انا اتمنى ذلك. او حتى لو هتيجي على الغرامه مش مشكله في داهيه، لكن القنوات يعني لا، دي اسمة وسط بصراحه. ويعني الاحكام القضائيه ان هي بدات تطلع بغلق القنوات، دي حاجه مريحه لقنوات تانية بقى، قنوات السب والشتم واللعن والقرف ده كله. نفسنا في احكام قضائيه زي دي، لكن ناس ما بتأذيش حد وفي محتواها لا. يعني كان نفسنا ان هم ما يتأذوش الاذيه دي، ولكن زي ما قلنا لا تعقيب على احكام القضاء. القضاء المصري عادل طبعا، والقانون المصري عادل. يعني مش هنقدر نعترض على حاجه زي كده، ولكن لا نملك ليهم الا الدعاء ان شاء الله يخرجوا من كل الازمات اللي هم فيها، وينوروا اماكنهم كالمعتاد، ويطلعوا لنا بفيديوهات ايجابيه كلها ضحك وهزار بننبسط بيها، لا بنتنكد ولا قولنا بينفخ ولا ولا الكلام اللي احنا شايفينه ده.
شاء الله ادعوا لهم باذن الله في الكومنتات، واشوفكم على خير يا جماعه في الفيديوهات اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.